السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا طريقة تحضير تشيكن سويت اند ساور، يعني بنسمي الله ونصلي على سيدنا محمد بن عبد الله. أول خطوات التحضير هنا معانا بصل باودر، توم باودر، بابريكا، والبهارات عندي فلفل أسمر كمية خفيفة، كمون. بهارات تبقى خفيفة يا جماعة. كزبرة، كزبرة ناشفة. بعد كده نجيب عصير ليمون كمية خفيفة. بعدين آخر حاجة معانا ملح. هنقلب المكونات دي كلها. هنا الدجاج بعد ما تبلناه زي ما احنا قلنا كل البهارات تبقى خفيفة. وهنا نيجي عند مرحلة التقليب، فنجيب دقيق، نشا أو كورن فلاور. طبعا أنا معايا 5 كيلو من صدور الدجاج، هيكفيهم 5 معالق من الدقيق مع معلقتين من كورن فلاور أو النشا، معلقة الطعام يا جماعة اللي احنا بناكل بيها. هنقلب المكونات. بعد ما قلبنا المكونات هجيب الكمية بتاعتي أغلفها. غلفت الدجاج بتاعي هسيبه 5 دقايق. ولتحضير الصوص معانا كاتشب، صويا صوص اللي هي الملح يا جماعة عشان في صويا صوص، علشان في صويا صوص حلوة، في مالح منها، في الحلو، احنا هنستخدم الملحة. وهنا معانا عسل. احنا لو معانا زي ما احنا اتكلمنا في بداية الفيديو نص كيلو دجاج هيبقوا 3 معالق من الكاتشب ومعلقة صويا صوص ومعلقة واحدة عسل. ده هيبقى الصوص عندك يكفينا نص كيلو من صدور الدجاج. ناخد بالنا. انا خدت المكونات دي وهي مسألة تقديرية في عملية تيست. هيبقى التيست عندي ما بين الحلو والحادق، هو ده بمعنى سويت اند ساور. كده الصوص عندي جاهز. ولو ما عنديش عسل ابيض انا هستخدم سكر، ما عنديش مشكله. معانا زيت السكر. بسم الله بسم الله. هنزل بالدجاج بتاعي هنحمره. نخليه يستوي. الوصفات المميزة جدا لعمل الدجاج. زي ما احنا قلنا لازم التست، دي مسألة تقديرية. زي ما احنا قلنا هيعجبني هظبط التست زي ما احنا اتكلمنا بالنسبة للمقادير. الدجاج معايا هنا استوى هنطلعه زي ما احنا شايفين. فلفل الوان هديله صدمة بس مش اكتر من كده. بعد ما الفلفل خد صدمة معايا هنجيب صوص اللي انا جهزته. رجع الدجاج تاني.
كمان غليته. واخر حاجة اجيب سمسم معايا. لو عجبكم الفيديو بس ختم على الفيديو بدون لايك، فعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.